السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. ما تنسوش تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونذكر الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونبدأ الوصفة بتاعتنا. معانا غدا عبارة عن سمك ورز صيادية وسلطة. معانا السمك جبته وغسلته صفيت ميته وبدرته بالردة، وهنا الحلة ايه كنت غسلتها عشان احط فيها السمك معانا. وبعد ما حطيته في الطبق رصيته في الحلة عشان يكون جاهز، وحطيته هون في الحلة بتاعتنا. وبعد كده جهزته علشان يتشوى ويتملح وكده يكون جاهز معانا. حتى رصه فيه في الحلة شوية لحد ما خلصت الكمية، كنت جايبة كيلو مش اكتر يعني. وبعد كده غسلت الرز بتاعنا وصفيته، وده المية عشان تغلي على النار. ومعانا في الكبة بتاعتنا بصلة، وهضربها في الكبة ضرب كويس علشان الرز الصيادية بتاعنا يكون جاهز معانا. البصلة بضربها في الكبة هون، وبعد كده ده شكلها بعد ما اتضربت في الكبة. وبعد كده هجيب حلة على النار وفيها شوية من الزيت، وهنزل ورقة لوري وهنزل بالبصل معانا. بعد كده اما البصل يحمر معانا، قبل ما يحمر يعني بعد وهو جاي يحمر ما يحمرش قوي، وهجيب البهارات بتاعتنا كاري، اسفة كركم وفلفل اسود وملح، ولو موجود شطة معانا. بعد كده اما يحمر معانا هنقلبهم مع بعض، ونقلب البهارات بتاعتنا معاه شوية. وهقوم جاية حاطة المية بتاعتي تغلي على النار، وبعد كده اقوم نازلة على الرز على البهارات. بعد ما تتحمر شوية مع البصلة انزل بالرز واقلب فيه شوية، واقلب فيه تقليبة محترمة كده. وبعد كده احط الرز معانا. بعد ما احط الرز هيكون المية غلت معانا وتكون سخنة وبتغلي، اقوم حطها على الرز ومحطش مية كتير. انا كنت عاملة 4 اكواب، حطيت 4 اكواب وشوية، او يعني داخلين على 4.5. ما تزوديش ما تبالغيش في المية عشان ما يستواش معاكي، ما يعجنش منك. يستوى بس ما يعجنش. بعد كده معنا السلطة بتاعتنا كانت عبارة عن بصل، اسفة، طماطم وفلفل وليمون وكمون، فلفل اسود وملح وكزبرة. بعد كده ضربتها في الكبة ضرب كويس، ما تبقاش عصير وما تبقاش خشنة، تبقى بيوريه كده اكلها ناكلها مع الرز مع الغدا بتاعنا. ده كان شكل السمك. كان معنا سمك صغير كده بس انا ما عملتوش ما صورتوش. وده شكل السلطة، وده شكل الأرز بتاعنا جميل. وكان معنا خيارية كده عملتها برضو. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا له لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. بحبكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله. كده نهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.